بعطيكم سر أعطتني إياه واحدة كبيرة في السن، يخلي الشعر كأنه باروكة وكأنك مسوية فرد للشعر. أقوى خلطة جربتها في حياتي. شوفوا شعر بنتي كيف كان هايش ومطاير ومتفلفل وحالته حالة. شوفوا بعد استخدام الخلطة مفروض، نعومة، كثافة، لمعان، حيوية. هذه صورتها اليوم ترى في تخرجها. الخلطة كالتالي: 4 ملاعق حنة، ملعقتين سدر، ملعقة صغيرة ميرامية، ملعقة صغيرة قسط هندي، وملعقة كبيرة لافندر، ملعقة كبيرة حبة سوداء، وملعقة صغيرة قرنفل، وملعقة صغيرة شيح. تبغين تضيفين زنجبيل، بابونج، زعتر بري، إكليل جبر، أملج، حرمل، محلب أسود، اللي يناسبكم ضيفوا وكنسلوا زي ما تبغون. طبعا عندنا أعشاب الهندية جاهزة في المتجر لو حابين أعشاب أقوى من هذه الأعشاب اللي أنا أعطيتكم إياها. بعدها نضيف عليه إما زيت جوز الهند، إما زيت زيتون، وأفضل منهم كلهم زيت الخير المركز. لو ما عندكم طبعا أنا قاعد أعطيكم بدائل. بعدها نضيف عليه الموية شوي ونخلطه كويس لما يصير بهذا الشكل. بعدها وهنا السر اللي راح يفعل الفوائد بشكل أفضل ويخليها تتغلغل في الفروة الصح، هي طبخ الحنة. جربوا طريقة طبخ الحنة يا بنات، والله فيها عجائب ما تتخيلونها. راح شفتوا كل الفوائد اللي تشوفونها في الحنة بتصير بشكل مضاعف. تعزز نمو الشعر، تغمق لون الشعر، مضادة للبكتيريا، تعطي لمعة، تغذي الشعر، تنشط الفروة، تقوي البصيلات، تضم الراس وتلمه، توقف التساقط، تعالج أي مشاكل في فروة الراس، تعطي كثافة وغلاظة عجيبة.